السلام عليكم. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ في معرض تشخيصه للأمراض التي عانى منها المجتمع الإسلامي، شن حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين هجوما شرسا على فئة من العلماء والملوك بسبب ما أسماه العلاقة الشائنة التي جمعت بعض هؤلاء معا. كان الغزالي يرى أن فساد الرعية مرهون بفساد الملوك، وأن فساد الملوك رهن فساد العلماء، وأنه لولا قضاة وعلماء السوء لقل فساد الملوك خوفا من إنكار العلماء عليهم. هذا النقد اللاذع، ولم نكن قد وصلنا بعد للحظة يقول فيها أحد علماء الدين أنا شيخ السلطان، أو ينبري آخر للدفاع عن مواقف بعض الحكام التي شكلت خرقا لما أجمعت عليه الأمة. بل لم تكن الاتهامات بتزيين الباطل والدفاع عنه تلاحق كثيرا من العلماء. فما هو شكل العلاقة بين العالم والسلطان اليوم؟ وكيف ينبغي أن تكون؟ في أعقاب فترة النبوة والعهد الراشدي، والتي شهدت الجمع بين الرئاسة والفتوى، عرفت الدولة الإسلامية تحولات سياسية كبرى، إذ تبدل نظام الحكم من الخلافة بالشورى إلى الملك بالتغلب. كان من نتيجة ذلك وصول خلفاء كان حظهم من العلم الشرعي قليل، لتتمايز عندها شؤون الحكم والإدارة عن أحوال الفقه والفتوى، وتمر العلاقة بين العلماء والأمراء بمحطات مختلفة ومستويات متباينة من التفاهم والتصادم والتخادم وفقا لظروف كل مرحلة. وإجمالا عرفت الساحة الإسلامية مدرستين من العلماء. الأولى حافظ أصحابها على سيرة بعض السلف، فكانوا يهربون حين تطلبهم السلطة لتولي الفتوى والقضاء، وهي المدرسة التي انحاز إليها حجة الإسلام أبو حامد الغزالي مفضلا تصوف العلماء. أما المدرسة الثانية فأيد أصحابها الانخراط مع السلطة وفق شروط موضوعية تسمح للعلماء بالتأثير الإيجابي دون تبرير الانحرافات أو الدفاع عن السقطات. ومن أشهر رموزها الإمام الجويني الذي جمعته صلات وثيقة بالوزير السلجوقي نظام الملك. والثابت أن أصحاب الاتجاهين اتفقا على إدانة سير العلماء في ركاب السلطة أو تورطهم في تشريع ما تذهب إليه أهواؤهم، ولم يترددوا في انتقاد المنتمين لتلك الفئة من جميع ألوان الطيف الديني، فشجبوا من أسموهم بفسقة الفقهاء وصوفية الرجس وقضاة الرشا، الذين لاحظوا طلب السلطة للعلماء فاتجهوا إلى طلب العلم وتوظيفه لتحسين مكانتهم، ووصل بهم الحال إلى حد عرض أنفسهم على الولاة